السلام عليكم اعزائي، مرحبا بكم من جديد. في الفيديو غادي نمشي نشوفوا بعد التعادل الايجابي لاسود المغرب امام بطل العالم ل5 مرات منتخب البرازيل. الاعلام الاماراتي يشيد وجد منبهر لما وصل له المنتخب المغربي ليحمر وجه العرب والافارقه، والاعلام التونسي تا هو راه داير واحد القرباله لما وصل له المنتخب المغربي من مستوى عالمي، ويطلب من الجميع بعدوا العين عن المنتخب المغربي. قال لك سيدي المغرب راه عنده واحد اللاعب خطير الله يحفظه، كان من العين راه كثروا عليه التقواس في المواقع وفيسبوك والتيك توك ليدوز هذا الكاس العالم على خير. خوتي ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا هذا النقاش الممتع. البرازيل بفينيسيوس برافينها بكاسيميرو بنجوم، يعني كم عد واغلط. يعني دخل البرازيل يعني طلع الظهيرين من الملعب، باقي اللاعبين كلهم سوبر. نجوم سوبر في اوروبا باستثناء المهاجم. مع ذلك في المواجهات الفرديه اللي كانت بين لاعبين المغرب والبرازيل شفنا تفوق واضح للاعبين منتخب المغرب. اي المغرب افضل من البرازيل كفريق، البرازيل اكثر اسماء رنانه، وهذا في المنتخبات هذا اللي يفوز، الفريق الافضل يفوز على الافراد الافضل. وخذها على هذا المستوى المغرب البطوله الماضيه كيف هزمت بلجيكا، المانيا خذت كاس العالم المانيا بالطريقه هذه، وكيف كرواتيا راحت نصف نهائي مره نهائي المجموعه تهزم. لكن انا كان عندي شعور امس ان اي واحد عربي يشوف المباراه هاي يقول يا متى بيكون عندي منتخب عربي مثل المغرب. صحيح. لكن النموذج المغربي لازم يكون من اذكى النماذج اللي مرت على تاريخ العرب في منذ 1930 حتى الان. بس ابو عبد الله في نقطه، في بعض المنتخبات تبنى لفتره، أيوة. بعد ذلك تندثر. ايوه صح. اللي قاعدين نلاحظه في المنتخب المغربي او في المشروع المغربي خلينا نقول استمرارية. ان في استمراريه، واضح ان في استمراريه. يعني هو كيف النموذج؟ ان تاسس لاعبين بشكل ممتاز او تستغل الظروف اللي موجوده حواليك بقربك من اوروبا واسبانيا، بالاضافه الى المهاجرين والمواليد المغاربه الموجودين في الدول الاوروبيه تستغلها. انك انت داخليا تنتج لاعبين بالاكاديميه المغربيه اللي كانت نموذج، وبعد ذلك تخليهم يتدرجون معك في المنتخب، منتخبات سنيه يروحون. هذه هني شو يعمل لهم؟ خليهم فريق. انت ما يستوي تروح للمنتخب الاول وتصنع فريق، وهذا الفرق بينه وبين البرازيل. هم متدرجين مع بعض. ليش اسبانيا ممتازه في اخر من 2008 للان؟ يروحون مع بعض. صح. انا تعال منو دي فوينتي قبل لا يروح للمنتخب الاول؟ ما حد يعرفه لانه هو تخصص، خذ معاهم فريق. الان المشكله كانت في شيئين بالنسبه للمنتخب المغربي، ان نحن لا نمتلك لاعبين يلعبون في الدوريات الخمسه الكبرى في ريال مدريد وبرشلونه والفرق الكبيره جدا. الان نمتلكها ونلعب بنفس اللاعبين يلعبون في نفس الدوريات اللي الفرق النخبه في العالم يلعبون فيها. كان عندي مشكله ثانيه ان حتى بروفايل المدربين اقل، فكنت اجيب مدرب من خارج عنده وجهه نظر ونحن عندنا وجهه نظر، ما في كيمياء بيننا. الان محمد وهبي اصلا كان مدرس في السابق، وبعد ذلك تدرج مع المنتخبات واصبح عنده شهاده البرو في اوروبا. اذا النصاب كامل، تدريج، تأسيس، يلعبون في دوريات 5 كبرى، نشكل منتخب كبير جدا. لذلك لو تحط المنتخب المغربي امام اي منتخب في الكاس العالم، في 3 اشياء راح تصير: يا يسحق المنتخب المغربي بنتيجه كبيره، يا انه يلعب معاه راس براس مثل منتخبات البرازيل، يا انه يعني يجاريه بشكل كبير اللي هو مثل لو قلنا فرنسا، لو قلنا اسبانيا. لذلك عشان انت منتخبك العربي يكون مثل المغرب يحتاج ان تمشي بهذا النموذج. نعم صعب، لكن في النهايه المغرب فعلته بشكل ممتاز. اول خطوه عمل له رقم فقط بس ما نسويش حاجه، عمل له رقم المنتخب المغربي 157 تمريره هجوميه وصلت للثلث الاخير اللي هي الثاني احسن رقم في تاريخ المغرب في المونديال بعد مباراته ضد السعوديه عام 1994 عمل فيها 190. البارح عمل 157 تمريره هجوميه. بتشوف معناتها وضد شكون؟ ضد البرازيل. اسمع زيدك حاجه، شوف المدرب هذا قام بعمل كبير برشا، وقام معناتها بحاجه اللي الرقراقي قبله ما جرأش يعملها، وغير وسط منتخب المغرب. اخراج المرابط اللي كان هو ثقيل برشا. المرابط معناتها ملاعبي نعرفه فكاك، ملاعبي مجتهد، ملاعبي معناتها يجري بارتو، يجري معناتها ملاعبي جينيرو برشا، لكن معناتها ديما ياخذ وقت 3 ثواني 4 ثواني زايدين اللي معناتها يعطل الهجمه. امبارح كي شفنا ثنائيه العيناوي بوعدي معناتها زوز معناتها ممتازين، تخرج الكره ممتازين، ملاعبيه كلاس، ملاعبيه معناتها راكحين ما يخافوش. تشوف معناتها انت ملاعبي البارح يعمل 1-2 مع الجارديان المغرب رغم الغيابات 18 عام ويعمل 1-2 مع بونو
معناتها ملاعبي ما يخافش، ملاعبي فينيسيوس هابط عليه معناتها يدريبل بيه، معناتها ملاعبي عندهم كونفيونس كبيره برشا، ملاعبيه ممتازين قدامهم أناحي وعلى اليسار الخنوس هذا اللي كان ممتاز جدا، السيباري معناتها ملاعبي الزلزولي الخنوس تعويض الزلزولي نجح، وياسين هو معناتها راهو تكنيسيان اكثر على الزلزولي رابيد عليه، لكن هو معناتها ملاعبي هو راهو كونتربي، هو سي ان درواتي يلعب على الكوتي برشا، معناتها ملاعبيه يلعبوا في دي جران كلوب، معناتها هما راهم ما يخافوش لا من البرازيل لا من الارجنتين، معناتها ملاعبيه عندهم كونفيونس كبيره برشا. امبارح شفنا مثال كبير برشا، المنتخب المغربي معناتها ابهرنا، واحنا نعرفوه اللي راهو مازال ينجم يدخل في الدوره هذه رويدا وسيرتو معناتها اول مره يلعبوا معايا الا بدايه نجم معناتها تزيد تعطيهم ثقه اكثر. انا نشوف معناتها منتخب مغربي ينجم يوصل لبعيد وينجم يعاود معناتها السيناريو نتاعو اذا كان معناتها ان شاء الله يبعد عليهم الضرب وتبعد عليهم الاصابات. معناتها هذا راهو في الاخر منتخب عربي يمثلنا ومنتخب عربي لازمتنا معناتها احنا يكون قدوه لينا ومثال، راهو ما نخافوش من هذوما، راهم الجرون كلوب راهم ما نخافوش منهم، نتكيوهم وهذيك هي معناتها لازمتها الفرجه ولازمتها معناتها اللعب الحلو. انا مش نقول حاجه برك على البرازيل والمغرب واللي قلتوها انتم ابدعتوا فيه، على خاطر انتم خرجتوا المدرب والستاف نتاعو اللي هما قراو كل شيء. الهدف معناتها كيفيه افتكاك الكره على الجهه اليسرى للمنتخب المغربي، كيفيه التمرير لدياز، وكيفيه كما قال ياسين الترحيل، وكيفيه كيفاش طلب لابيل ما بين دو زاكسيو اللي هي قراءه فنيه من المدرب، اللي هي الكره راهو اضعف نقطه ضعف، معناتها نقطه ضعف الفريق الانجليزي هي لي دو زاكسيو، على خاطر مش كومباتيبل لي دو، كي حتى الباس ما بيناتهم خرج راس سجل. هذايا اللي قلتوه انتم ابدعتوا فيه. المدرب المغربي هو اللي خلق المجموعه هذه اللي تختلف على المجموعه اللي كانت عند وليد الركراكي، هذاك عليه المغرب ينجم يوصل لبعيد. واضح. ومساج للملاعبيه التوانسه المزدوجين الجنسيه، شوفوا ايوب بوعدي 18 سنه مطلوب في فرنسا اللي هز كاس العالم مرتين واللي عامله زاد فينال في 2022، يلعب في ليل ومتكون في فرنسا وقاري في فرنسا وبلاده زاد فرنسا، اختار المغرب قال ملي عمري 10 سنين انا مشيت المونديال تبعت المنتخب المغربي، واختيار القلب رغم الضغوطات الكبيره جدا اللي مارست عليه الصحافه الفرنسيه وحتى مسؤولين في فرنسا، لكن ايوب بوعدي اختار منتخب بلاده المنتخب المغربي ونجح معاه، وان شاء الله نتمنى له كل النجاح. ايوب بوعدي 18 لاعب لين، نتخيل تو الميركاتو سيشتعل على اللاعب هدايا وعيني بارده عليه ما شاء الله، خمسه وخميس على بوعدي الحقيقه، خاطر الناس كل مركزه معاه تو ما شاء الله في التيك توك والفيسبوك. نتفق على هالموضوع، ما ادري اذا تتفق معي ولا لا، اللي هو تعادل القطر مع سويسرا كان مفاجئ، بس تعادل المغرب مع البرازيل ما كان في اي عامل من المفاجاه. لا انا حتى البارحه انا ذكرت كنا نتكلم تحت الهواء بان حتى روماريو لما سئل عن هذا السؤال بان تعادل المنتخب البرازيلي امس يعتبر خساره، قال لهم هذا كلام اللي ما يفهم كره قدم. المنتخب المغربي واحد من افضل المنتخبات المتطوره حاليا على مستوى العالم، مش فقط في افريقيا. شفت لما نتكلم عن كوريا واليابان انهم مش سيريس في بطوله اسيا وانهم ينتظرون كاس العالم عشان يقدمون كل حاجه. اليوم المنتخب المغربي حتى كنا نتكلم مع ابو عبد الله، بطل الشباب، بطل الناشئين، بطل الشباب، بطل الاولمبياد، وقاعد يقدم هالمستويات على مستوى كاس العالم. هذا المنتخب مع نموذج انا اشوفه نفس نموذج اللي هو لويس ديلوفيونتي اللي هو مدرب منتخب اسبانيا نعم. اللي صعد مع المنتخب من الشباب وصعد ومعاه لامين يامال ومع مجموعه شابه وقدر انه ياخذ بطولة أوروبا. هذا شوف ترى هذا النمط الآن مع محمد وهبي في المنتخب المغربي واستقطابه لواحد من أهم اللاعبين اللي شفناهم أمس، واحد ربما يكون من مواهب كأس العالم اللي راح نتكلم عنها فترات طويلة جدا. بشكل مختصر سعود، هذا النموذج في التطوير في الديفلوبمنت بالنسبة على مستوى المنتخبات هو نموذج يحتذى به. اليوم مش فقط المنتخب المغربي اللي قاعد يمشي عليه، مش فقط تحقيق نتائج على مستوى الشباب، اليوم ابراز نجوم. تتذكر في كاس العالم اللي كان في قطر كنا نتكلم عن أناحي صح ولا لا؟ اليوم نتكلم عن بن عدي صح ولا لا؟ بن عدي لاعب 18 سنه، امس حديث السوشيال ميديا على مستوى العالم كله. على فكره انا عندي لا احصائيه ربما تستغرب منها. تعرف ان مجموع تمريراته في مباراه الامس كان 66 تمريره، عنده فقط 6 تمريرات خاطئه. مجموع تمريراته اعلى من مجموع تمريرات كازيميرو مع جيماريش مع بعض مجتمعين. كازيميرو يمكن عنده 19 تمريره في المباراه، والاثنين في البريمير ليج، واحد يلعب في مانشستر وواحد يلعب في نيوكاسل. وهذا لاعب عمره 18 سنه، معدل تمريراته بالامس اعلى عن الاثنين مع بعض مجتمعين. فهذا يعطيك مدى جوده هذا اللاعب. اوكي خلينا نقيمه كذلك مقارنه باللي معاه العناوي اللي هو لاعب روما.
اكثر عن العناوي ب20 تمريره في مباراه امس، مع انه هو المفروض انه يكون اللاعب الاقل. هذه شوف، هذه يمكن تروح فيها مركزه، هو لاعب 6. لا هم الاثنين محاور. عمليه البناء كانت دائما عنده هو. لا سعود، هم الاثنين. هو ترى على فكره امس واحده من الاشياء اللي كانت موجوده في مباراه امس ان المنتخبين يلعبون بنفس الفورميشن، يعني انشيلوتي يلعب بطريقه 4-2 اللي هم جيماريش مع كازيميرو 3-1. محمد وهدي يلعب بنفس الطريقه، عناوي وبن عدي في وسط الملعب، ويلعب امامه اوناحي، وفي جهه اليمين وجهه اليسار 7 وال11 عند راس حربه موجود، فيلعب بنفس الطريقه. فهذا اللاعب في مباراه امس تجاوز كل هالنجوم، لاعب عمره 18 سنه بمعدل تمريرات على مستوى عالي، وحتى على مستوى استرجاع الكره اعتقد بان هذا اللاعب راح يكون واحد من اهم مكاسب المنتخب المغربي. نتمنى لكل عناصر المنتخب المغربي التوفيق، ولكل مجتهد نصيب. اي واحد كيجتهد وكينضبط سيدي ربي كيوفقه. ايوب بوعبدي دار النيه ولقى عناصر حتى هي فيها النيه، ومدرب واطور مغربيه كتخدم بواحد العقليه اوروبيه. راه كلشي ولي انضباط، اي واحد كيعمل وكينضبط سيدي ربي كيوفقه وما كيخيبوش. نطلبوا ان شاء الله ما يخيبناش الله، وتزيد تحمر لنا العناصر المغربيه الوجه امام الاحبه وامام العديان. والسلام عليكم.